لجماهير نادي الزمالك ومجلس الاداره والجهاز واللعيبه. الحقيقه اللعيبه رجاله جدا جدا، بيبذلوا مجهود. انا الحقيقه لعبت كوره، بيبذلوا مجهود خارق عن الطبيعه اللي احنا بنلعب بيها. الفرقه بتلعب اول امبارح ماتش، وبعدين كده بتلعب ماتش النهارده جامد، وهتلعب كمان 3 4 ايام مع المنافس التقليدي بتاعك النادي الاهلي. قلت قبل كده ان كان من السهل جدا ان انت امبارح تاخد قرار ان الماتش بتاع الكاس يتاجل. انا شايف ان ما كانش فيها مشكله خالص، وده من مبدا تكافؤ الفرص اللي المفروض ماشي في العالم كله، واحنا عارفينه ان زي ما المنافس بتاعك لازم يبقى مريح، لازم عدد الايام بتاعتي تبقى مساويه ليه في الراحه. لكن احنا لعبنا، واللعيبه رجاله جدا جدا بتأدي طبيعي. الكابتن ايمن عبد العزيز اللي قال لك ان 10% في الكوره تكتيك والباقي على الله، الطلع بيقول لك ان هو المفروض كان يتم تاجيل مباراه مودرن سبورت والزمالك لتكافؤ الفرص، عشان يكون الاثنين يعني الفريقين زي ما بيحصل في اوروبا كده مرتاحين نفس عدد الايام. ولكن عايز اقول لك على حاجه يا كابتن ايمن، خلاص اعتذروا عن بطوله كاس مصر واقعد ارتاح عدد الايام. سبحان الله، ما هو الاهلي لو بيلعب كاس مصر اللي هو تم الاعتذار عنه واستبعاده كان دلوقتي حاليا برضه هيلعب مباراه النهارده زي كده، ويلعب مباراه يعني مباراه القمه اللي جايه دي هيلعبها برضه معاك في الدوري، لكن عادي. انما برضه مودرن سبورت لعب مباراه معاك امبارح وهيلعب برضه مباراه في نفس التوقيت اللي هتلعب فيه في مباراه القمه، ولا ايه؟ ضيف وشير عشان اللي جاي كتير.